في الفترة الأخيرة ومع اشتعال المنافسة القارية والدولية لمنتخب مصر، رجع ملف تجنيس اللاعبين أصحاب الأصول المصرية يتصدر المشهد من تاني، ومن هنا لازم الكابتن حسام حسن وعيون المنتخبات يدوا اهتمام أكبر لملف المحترفين المصريين في أوروبا. طب ليه؟ لأن اللعيبة دول متأسسين صح وعندهم كواليتي عالي جدا ومحترم، وحرام يضيع مننا. يكفي انك شفت هيثم حسن اللي رغم انه بيلعب في فريق متواضع في اسبانيا لكن قدم معانا بطوله على مستوى عالمي. وقبل ما ندخل في تفاصيل جواهرنا المهاجره والحدث التاريخي اللي حصل قريب، ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. جاهز؟ يلا بينا. الفجأة الكبرى بقى ان الكلام ده ما بقاش مجرد احلام، ده بقى واقع حقيقي وبيحصل على ارض الميدان. في بدايه الانطلاق والحلم المشروع بدا من سنين قاد شويه شباب مصريين مخلصين لبلدهم، هدفهم رفع علم مصر وتوصيل المحترفين مزدوج الجنسيه لمنتخبات مصر. طيب خلونا نستعرض اللعيبه دي ونشوفوا بيلعبوا فين وايه المراكز بتاعتهم. اول لاعب معانا عمر عبد المجيد، لاعب وسط هامبورج الالماني المتميز جدا. سليم طالب نجم هيرتا برلين الالماني والشاري لمنتخب مصر. كريم احمد الجناح الطائر في ليفربول الانجليزي. كامرون اسماعيل الظهير الايسر العصري لنادي ارسنال الانجليزي. عمر خضر الموهبه المتالقه في استون فيلا الانجليزي. امير صالح الجناح الايسر لنادي اوتريخت الهولندي. بلال موسى قلب الدفاع الصلب لنادي زافولا الهولندي. كريم حسنين لاعب وسط انتراخت برانشفيج الالماني. ادم طلبه جناح اوردينجن الالماني. عمرو بيبو الجناح الهجومي لنادي اورا السويسري. مالك بخيت الظهير الايسر لنادي برونو بالدنمارك. والنجاح ده وراء فريق عمل محترم بيشتغل من غير مقابل مادي وبدون اي دعم، بدون وسيم احمد وهشام عطا واحمد شعلان ومحمد جوني. شابوه ليهم بجد لانهم بيقدموا خدمه تاريخيه للكره المصريه. وبعد ما شفنا القائمه دي في منتخب الشباب، لسه في جواهر تانية بره لازم عيون المنتخب الاول تتابعها وتتحرك علشانها بسرعه. اول لاعب معانا ادم زيان، مدافع هولندي من اصول مصريه. ادم بيلعب كديفندر او مدافع وطوله متر و80 سم، يعني اضافه قويه جدا في الكرات العاليه اللي احنا بنعاني منها كل بطوله. من هولندا لباريس وتحديدا عند ريان ابو النايل اللي عنده 17 سنه، من ابرز المواهب اللي في باريس سان جيرمان اللي لويس انريكي صعده للفريق الاول. المشكله ان ريان معاه 3 جنسيات، مصري وجزائري وفرنسي، يعني لو ما اتحركناش بسرعه هنخسر جوهره حقيقيه في وسط الملعب. في انجلترا معانا الفين ايمن، لاعب ليفربول تحت 20 سنه اللي انضم للريدز بعد تالقه مع وولفرهام. الفين ابوه مصري وام انجليزيه، والصحف اكدت ان ما عندوش مانع انه يمثل منتخب مصر لو جاله استدعاء دولي. وفرنسا هتلاقي صانع العاب من طراز فريد اسمه رضوان عيد حمزاوي، لاعب فريق اوكسير تحت 19 سنه ويلقب ببلينجهام بسبب ستايله وسكته على الكوره. لعب مباراه واحده مع منتخب الشباب والموضوع محتاج مجهود اداري لضمان مستقبله مع المنتخب الاول بس. وفي المانيا عندنا تيبو جابرييل، مدافع ماينز من اب الماني وام مصري. تيبو مش مجرد مدافع بيشتت الكوره، ده سجل 4 اهداف وصنع هدفين، يعني مكسب دفاع وهجوم لمنتخب مصر في نفس الوقت. ونختم بالبرتغال مع نادي بورتو، المهاجم سيف كوستا اللي عنده 17 سنه، طوله متر و96 سم، نفس طول ستايل ده هالاند تقريبا. سيف معاه 3 جنسيات، اماراتيه برتغاليه وكمان مصريه. والاتحاد المصري بدا مفاوضات معاه بالفعل بعد تالقه في دوري الناشئين هناك. في النهايه الكره المصريه بتمر بمرحله تغيير جلد حقيقيه، وبقى عندنا ترسانه محترفين في اوروبا تقدر تبني جيل مرعب للسنين الجايه بقياده عمر فايد وال11 محترف الجداد والباقيين اللي على الطريق. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات اول باول. ولو تعرف اي لاعب تاني عنده جنسيه مصريه بيلعب في الخارج اكتب اسمه في الكومنتات عشان الناس تشوف. اشوفك في فيديو جديد وسلام.